هاتوا ده فيديو بسرعة عشان نشوف ازاي الشعب المصري بيتعمل له غسيل مخ. فاحنا هنشوف ازاي دلوقتي بيحصل غسيل المخ. ده فيديو اسمه الجزيرة وإسرائيل وجهان لعملة واحدة، فضيحة الجزيرة. فهنشوف ازاي الشعب المصري بيحصل له غسيل مخ. يلا هنبتدي دلوقتي. الطبعة الأولى في قناة دريم، أهلا بكم. قناة الجزيرة وإسرائيل من سنوات في مجموعة اسمها مجموعة الأزمات الدولية، مركز دراسات كبير جدا في أمريكا، من أهم مراكز الدراسات الخاصة بالأزمات الدولية. عمر مصر ما كانت جزء من التقرير اللي بيطلع عن الأزمات الدولية. بتلاقي أفغانستان، تلاقي باكستان، تلاقي دارفور، تلاقي لبنان، الوضع كذب. مصر كانت بتطلع في التقرير ده زمان، يمكن ما كانتش بتطلع في آخر 5 6 7 سنين بس. يلا. فلسطين، الصومال، كانت الدول اللي فيها نكبات على مستوى عالي. وعمر مصر ما كانت جزء من تقرير مجموعة الأزمات الدولية. إذ فجأة هذا التقرير حط سيناء زيها زي المناطق المتنازع عليها في العالم. وهذا التقرير قال إن سيناء فيها مشاكل وفيها خطر، واتكلم إن المنطق يقتضي في المستقبل لحل مشكلة فلسطين وغزة إن احنا ننقل الفلسطينيين من غزة إلى سيناء. يا سلام، بقى التقرير هيطلع يقول كده هوت، وكأن الأمم المتحدة ده عادي، وهينقلوا 5 6 مليون فلسطيني هينقلوهم في سيناء كده، عملية هتتم بسهولة. يلا يلا من الضفة الغربية ويلا من غزة وسيناء، كأن العالم ده شرابة خرب. دي سياسة تخويف، سياسة تخويف، علشان ايه؟ تبقى زي الغنم وراهم، وتبقى سيناء وطن بديل للفلسطينيين، لأن الدنيا زنقت في فلسطين وإسرائيل، والبلد كل عرضها 40 كيلو، ويا دوب قد كده فيها ناس قد كده، والسكان بيزيدوا هيروحوا فين؟ يرموهم في البحر. فيقول لك نودي فلسطين في سيناء، وإسرائيل تاخد غزة دي كلها، تفرد بقى فيها المستوطنات في غزة والضفة. اولا اسرائيل مش عايزه اي حاجه من غزه، ده طلعوا منها. غزه بالنسبه لهم من زمان مش عايزينها، عمرهم ما عايزوا غزه، كان نفسهم يدوها للسادات والسادات رفض ياخدها. غزه بالنسبه لهم مش عايزين منها اي حاجه، ومش هيقدروا يطلعوا 1.5 مليون بني ادم من غزه. اسرائيل ما سلكتش معاهم، ده كلام عشان يخوفوا بيه المصريين، عشان يقولوا لهم اسكت هص، ما تعترضش على كلام الحكومه. تبقى سيناء فلسطين المستقبل. الكلام ده في تقرير علمي أصدرته مجموعة أزمات الدولية. نقفل بقى الجزء الأول نخش على الجزء الثاني. الأنفاق اللي شغالة ليل ونهار داخل سيناء وعند الأراضي الفلسطينية. الجزيرة كل شوية طلع كده إعلانات رموهات إن مش الجزيرة بس، كل العربية، المحطات الأوروبية، ما عدا مصر هي بس اللي مكتمة. احنا بنقطع هذه الشرايين. فجأة بقت هذه الخنادق اللي موجودة تحت الأرض اللي مسيطر عليها تجار. طبعا تجار، امال عايز مين اللي يسيطر عليها؟ الخنادق دي حتى حركة حماس بتسيطر على 10% فقط. طب الحمد لله، عشان ما تقعدوش تقولوا مش عارف ايه واسلحة والكلام الهبل بتاعتكم ده. و90% في ايد صيع. ينقلوا مخدرات، ينقلوا سلاح. مخدرات؟ هم لاقيين ياكلوا عشان يبقى عندهم مخدرات يا جاهل. ينقلوا جواسيس لإسرائيل يخشوا مصر، ومصر بقت منتشعة أو بقت يعني منتعشة أعتذر في المخدرات مؤخرا. لأن شوف هنا بقى بيحطوا لك العلم الإسرائيلي، ده نوع من السيطرة الفيجوال، يعني بيقول لك بص واسمع. بيحط لك العلم الإسرائيلي جنب قناة الجزيرة، يعني يا مصري خلاص الاتنين دول واحد. بيحاولوا يعملوا غسيل مخ للي قاعدة بتحشي محشي ان الجزيرة يعني اسرائيل، يعني اوعي تسمعي الجزيرة، يعني اوعي تعرفي المشاكل، يعني اوعي تعرفي ان احنا بنوقف القوافل، يعني ان احنا بنهد الانفاق، يعني احنا بنبني الجدار الفولاذي. لا، ما تسمعيش الكلام ده، ده دول اعدائنا زيهم زي اسرائيل. اهو بص، اهو كتير جدا من المخدرات جايه من سيناء عبر هذه الانفاق. فالانفاق دي اللي ممكن تعدي بطل مخلص
القضية الفلسطينية وأخذه الحماس والحب لدينه ووطنه إن يروح يعمل عملية ضد إسرائيل، لكن برضه ممكن تنقل أشقياء ومخربين وجواسيس وعملاء بالجانب الإسرائيلي هنا أو المخدرات من هناك لهنا. مخدرات ايه اللي في غزه؟ هم لاقيين ياكلوا عشان يبقى عندهم مخدرات، واي جواسيس. دول ناس اللي في غزه مقاومين بيقاوموا ضد اسرائيل. الانفاق دي للاكل يا بابا. ألف ب لما تعرف إن سيناء عايزينها ياخدوها من مصر ويخلوها فلسطين. كأنها شوربة، ياخدوها من مصر ويخلوها فلسطين. مفيش عالم، ياخدوها من مصر. وفين جيشكم المغوار اللي بتتكلموا عليه؟ ياخدوها من مصر ويخلوها فلسطين، وكأن الفلسطينيين عادي غلابة. طب يلا هننقل، يلا هنروح سيناء. 5-6 مليون يا في هدوء كده، يلا هنروح نعيش في سيناء. فلسطين هتبقى سيناء. كلام تخويف عشان يخوفوا المصري الغلبان اللي هو ايه بتاع المحشي واللي قاعد على القهوة. اي حاجة يعني ما تعترضش على اللي الحكومة بتعمله ده. شوف عايزين ياخدوا سينا مننا يا مصري. خاف يا مصري، اعرف ان حكومتك خايفة عليك يا مصري. ويطردوا الفلسطينيين من غزة يقعدوهم في سيناء. ألف ب أي وطن يعمل ايه؟ يقول لك لا، ولازم الحدود دي تبقى مصانة ومحترمة. فالدولة المصرية فكرت ان هي تعمل انشاءات، اللي هي تعمل جدار ثلاثي كله تحت الارض تقريبا عشان يلغي هذه الانفاق اللي بتجيب مخدرات وجواسيس الى مصر ويسيطر عليها تجار بيكسبوا. اللي واقفين على الانفاق دول تجار. طيب وماله لما يكون تجار؟ امال عايز يكون مين اللي في الانفاق؟ تجار، ايوه. المهم بيدخلوا اكل وبنطلونات وهدوم ووقود وغاز وبنزين للناس اللي مش لاقيه تاكل. ما هو لو في حاجه باينه من فوق الارض ما كانش التجار دول هيبقى لهم اي لازمه. لو كان من فوق الارض شغال ما كانش الناس نزلت تحت الارض يا بقف. بيعدي من الانفاق دي مش مواد خيريه. المنتجات الخيريه بنبعتها، نقابه الاطباء بتبعت، اتحاد الاطباء بيبعت، والهلال الاحمر بيبعت، والحكومه بتبعت، واحنا بعتنا الصحفيين وكل مصر بعتت. والنبي وفرهم. اللي من تحت الارض بيزنس كامل، فلوس ومصالح تجار وماله ياخدوا فلوس، مش اعمال خيريه ياخدوها رخيصه يبيعوها غاليه. قلنا نقفل عشان خاطر الامريكان والتفكير الغبي اللي عند بعض الامريكان ان هم يخلوا سينا وطن بديل، نقفل عليهم ونخلي حدودنا مصانعه. وبيننا وبين اهالينا في غزه هو المنطق الطبيعي لاي حدود دوليه في منافذ يتم التعامل من خلالها. احنا بس قلنا كده، قلنا نحمي تراب الوطن المصري، نحمي القضيه الفلسطينيه نفسها من هي تنتهي ويتم رمي الغزاويين كلهم في سيناء. يا سلام. من اجل حمايه القضيه الفلسطينيه يا واد والوطن المصري. والجزيره طلعت ونازله فينا بهدله يمين وشمال كأن هذا الجدار احنا بنعمله ضد القضيه الفلسطينيه. شوف هذا الموضوع شوف بيحاولوا يأثروا على مصر، بيحطوا له العلم ازاي. شوف وصل لحد ايه؟ قال الجدار عشان يحموا بيه القضيه الفلسطينيه. كأن الجدار ده مش في مصلحه اسرائيل، يعني اسرائيل مش عايزه تخنق حماس. يعني الجدار ده لو كانوا بنوه على حدود اسرائيل، ما اسرائيل ما كانتش هتعترض وعملت لهم مشاكل وامريكا. لكن اسرائيل مش مهتميه بالقافله، مش من مصلحه اسرائيل ان القافله ما تخشش، ان الجدار ما يخشش. لو هو فعلا الكلام ده بيقول صح ما كانش اسرائيل سكتت. ده هو بيحاول يلغي التهمه ان انتوا كلاب اسرائيل، ان الجزيره هيتهموها في الجزيره. لان المنطق العام الذي يحكم الجزيره في تقديري واجتهادي هو منطق ان تكون سيناء بديلا للوطن الفلسطيني. والجزيره الفكر السياسي الذي يحكمها هو مع نقل الفلسطينيين من غزه الى سيناء. والجزيره مع التقرير اللي قاله هيكل ان الغزاويين كلهم يجوا على سيناء ويقيموا هناك فلسطين المستقبل، وتاخد اسرائيل كل غزه وكل الضفه. علشان كده بدعو مشاهدينا اللي بيشوفوا القرف اللي على قناه الجزيره يتذكروا دايما ان في كل مصيبه تلتقي الجزيره واسرائيل، وان في مشروع حقيقي. هذا المشروع لو مفيش وثائق عليه لكن في شواهد عليه. لو الجزيرة مع إسرائيل يبقى الجزيرة ما كانتش هتعترض على عدم دخول القافلة، الجزيرة ما كانتش هتعترض على عدم الجدار.
الجزيره ما كانتش هتعترض على حاجات كتيره. انتوا متهيأ لكم ان الجزيره ضدكم من كتر بلاويكم. الجزيره صح قناه منافقه لانها ما بتقولش حاجه على قطر، لكن بتقول كل العيوب اللي في الوطن العربي. الاردن بتقول كل العيوب، وانتم بلاويكم كتير، فعشان كده الجزيره بتجيب سيرتكم كتير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.